مساء الخيرات وإن شاء الله هيك أيامكم كلها حلوة. تتذكروا آخر مرة عملنا لقاء مع دكتور أسامة معمر وكنا عم نحكي على موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، واللقاء اللي كانوا عم يجهزوه مجموعة اللوبينج ليقابلوا مجموعة من الكونغرس الأمريكي بشأن أنه نقدر نفك العقوبات عن الشعب السوري. اللقاء تم بواشنطن ب10 وب11 شباط، واليوم مثل ما وعدناكم حابين نكمل بالموضوع ونحكي سوري بكل صراحة، ونرجع نتقابل ونلتقي مع دكتور أسامة اللي كان موجود بهذا الاجتماع اللي عم يقول لي إنه كتير مهم. وبصراحة أنا وإنتو هي أول مرة رح نسمع الحديث منه مباشرة. أنا لسه ما شفته وما حكينا بالتفاصيل، فرح نسمعها أنا وياكم واسألوا الأسئلة اللي بتخطر على بالي ونشاركها معكم. بتمنى تسمعوا الفيديو للأخير لأنه أنا متأكدة إنه في معلومات كتير مهمة. مساء الخير دكتور أسامة، وشكرا لك مرة تانية لأنه أنت كتير مهتم أنه نشارك كل المعلومات اللي عم نعيشها ونعرفها مع السوريين. أهلا وسهلا، يسعد مساكي جولي. طبعا بسرني يكون معكم مرة تانية، وهذا الشيء أكيد أنا بعتقد أنه واحدة من أهم الشغلات هو أنه يكون في شفافية بالشغل، وأنه نشارك الناس العمل اللي عم نشتغله صراحة، لأنه صراحة الجالية السورية عم تبذل يعني جهود جبارة لحتى نتخلص من العقوبات. فبعتقد أنه واحدة من الشغلات اللي بتعطي قيمة أصلا للعمل هو أنه نشاركها مع أهلنا بسوريا. طيب هلا بدي منك دكتور أسامة تحكي لنا ولو موجز صغير عن طبيعة اللقاء اللي صار بواشنطن. الشخصيات اللي حضرت ما كتير بيهمنا نفوت بتفاصيل، ولكن هيك معلومات عامة عن طبيعة هذا اللقاء، ولوين قدرتوا توصلوا بحديثكم ودرجة الانفتاح وتقبل الحكومة الأمريكية لطرحكم على إزالة العقوبات عن سوريا. طبعا نحن حقيقة التقينا مع شخصيات كثيرة، بس أهم شخصيات التقينا معهم هن المسؤولين عن لجان العلاقات الخارجية بالسنت وبالكونغرس. وطبعا الشخصيات اللي التقينا معهم كان في لهم نوعين. في شخصيات من اللي كانت داعمة للثورة السورية ومن اللي كانوا داعمين لقيصر، وطبعا يعني هدول كان التعامل معهم اسهل بكثير. لكن التقينا مع شخصيات لساتهم مترددين بقضية رفع العقوبات، ويعني التعامل معهم أصعب شوي لأنهم مو متقبلين الفكرة بالطريقة نفسها. بعدين التقينا مع شخصيات إلى علاقة بالعدالة الانتقالية. التقينا مع أمباسادور راب، اللي هو واحد من الاختصاصيين اللي دائما المحكمة العدل الدولية بتلجأ له. والتقينا مع شخصيات تانية صراحة من تركيا ومن الوايت هاوس. فيعني كان في هيئة الأمر كان مثل يعني ورك شوب كبير، مجموعة عمل كبيرة. فأخذنا وجهات النظر من أكثر من زاوية. فحقيقة الأمر كانت يعني تفتحت عيوننا على أنه شو هي مطالب الحكومة الأمريكية، شو هي العقبات بوجه رفع العقوبات، شو هي أنواع العقوبات اللي موجودة على سوريا، وكيف شو هي أبواب الحل اللي ممكن نحن نطرقها. فصراحة كان يعني مؤتمر على مدى يومين 48 ساعة، كانوا يعني مليئين من الصبح وحتى المساء بالاجتماعات مع كثير من الشخصيات. وكان يعني مفيد جدا ومهم جدا، لأنه شفنا بعدين أنه حتى يعني الجانب الأمريكي بلش يتفاعل مع هالحراك هذا. طيب عندي كم سؤال بتمنى تسجلهم لحتى نجاوب عليهم. م- قديش عدد الشخصيات اللي كانت موجودة باللقاء من السوريين؟ م- وشو توجهاتهم؟ يعني مين هن ومين بيمثلوا؟ إيه. السؤال الثاني، الشخصيات الأمريكية اللي كانت حضرانة هذا اللقاء شو مدى تأثيرها وتفاعلها؟ وقديش نسبة الشخصيات اللي كانت مع رفع العقوبات والشخصيات اللي كانت ضد رفع العقوبات؟ وبالتالي بناء على المحادثات اللي صارت انتو كسوريين كمان بتخيل في ناس كانت مع وفي ناس ضد، ولكن بشكل عام حاليا انتو السوريين اللي قابلتوا
أعضاء الكونغرس بهذا اللقاء، هل يا ترى كلكم كنتوا على نفس النفس ونفس الطلب؟ يعني إذا بتعطينا هيك تصور عام عن طبيعة هذا اللقاء، وبالتالي بننتقل للسؤال اللي بعده. يعني خلينا نبلش شوي شوي للناس تعرف أكثر طبيعة هذا اللقاء. أنتوا كسوريين مين بتمثلوا، وشو التوافقات بيناتكم؟ طبعا نحن اجتمعنا تحت مظلة المنظمة الأساسية اللي هي اسمها الساب، أو بالإنجليزي Syrian American Alliance for Peace and Prosperity. يعني المؤسسة أو المنظمة السورية الأمريكية للازدهار والتنمية، السلام والتنمية. فهي هي المنظمة الأساسية اللي كلنا يعني اجتمعنا تحت مظلتها. الشخصيات اللي اجتمعت، طبعا في بأمريكا ناشطين سياسيين جولي من زمان، وموجودين هن من أول ما بلشت الثورة والحراك بسوريا، أو حتى قبل هيك كمان. يعني إنه النظام السابق كان له كثير يعني معارضين، وزمان صار المعارضة موجودة سوريا، بس طبعا زاد النشاط أثناء فترة الثورة. الشخصيات السورية صراحة اللي كانت موجودة كان أغلبهم من الولايات الأمريكية، واللي عديناهم نحن تقريبا شي 40 ولاية كان في ممثلين عنا بالمؤتمر. وكان في ناس جايين من برات أمريكا، يعني كان في شباب جايين من قطر، كان في شباب جايين من دبي، يعني من الخليج العربي. فكان في بس شخصيات. كلهم تابعين للمنظمة ولا في مستقلين؟ كلنا عم نشتغل تحت راية هالمنظمة هي. تمام. واغلبهم يعني ناشطين سياسيين، ناشطين بالمجال المدني، ناشطين بالمجال الإنساني، يعني اغلبهم ناشطين. فكان في تمثيل كبير طبعا، وكلنا من كل الطوائف. وهذا الشيء اللي ذكره، انا حطيت على الفيسبوك فيديو ل سيناتور ريش، جيم ريش، اللي هو رئيس رئيس مجموعة العلاقات الخارجية بالسنت. وقال انه انا اجتمعت مع مجموعة من السوريين وكانوا من مختلف الطوائف. فيعني كان في تمثيل لكل الطوائف، مع انه نحن كثير عم نحاول نطلع من عباءة المصطلح هذا اللي هو التمثيل الطائفي. يعني كلنا مكونات للشعب السوري، وكلنا سوريين بالنتيجة. فنحن عم تمام. نحاول نتخلص منه هذا، لكن كان موجود ممثلين للي بيهمه الأمر يعني. بعدين كان في نسبة كبيرة من الإناث، وكان للمرأة السورية كان في تمثيل. والتقينا مع الدكتورة ريم البزم، والتقينا مع عدد من يعني السوريات اللي نزلوا على سوريا، والتقوا مع الرئيس الإدارة. المؤقت سيد أحمد شرع. وطبعا أعطونا تصور، يعني أعطونا انطباع عن زيارتهم وشو اللي ساووا بالزيارة. فيعني التمثيل كان تمثيل يعني عريض وواسع. العدد تقريبا كنا بحدود ال 160 سوري. طبعا كان في مؤتمر ثاني قبلنا بيومين، وكان المفروض انه نحن يكون مؤتمر كبير، بس يعني العدد كثير كان ممكن يكون كثير كبير، لذلك ساويناه على مدة 4 أيام. تمام. بس نحن اليومين اللي أنا حضرتهم يعني كان في بحدود ال 160 شاب وصبية سوريين. بالنسبة لعدد الشخصيات الأمريكية، كان في بحدود التقينا بحدود يعني شيء 12 شخصية. في منهم بالسنت، يعني سيناتورز، وفي منهم كونغرسمنز، وفي منهم محللين استراتيجيين، وفي منهم يعني من المهتمين بالشأن السياسي أو له علاقة بالوضع بسوريا. تمام. طيب، سؤالي كان إنه قديش برأيك نسبة السينات أو نسبة المؤيدين لرفع العقوبات؟ وبدي أفهم منك شغلة أنا قريتها هيك نوت، إنه العقوبات محطوطة على سوريا من ال79. صحيح. فكمان هذا موضوع كتير مهم نتطرق له. شو هي الشغلة المحطوطة من ال79، وشو مم. الشغلات اللي انحطت بعد 2011؟ فينا كمان نحكي شوي، بس بدي أسألك على نسبة سينات أو اللقاء مع الشيوخ. السياسيين الأمريكيين. مم. شو رأيهم؟ قديش النسبة اللي بدها ترفع العقوبات، وشو التجاوب اللي حسيته؟ طبعا إن كان الأعضاء كانوا بمجلس الشيوخ أو كانوا بالكونغرس،
يعني للأسف لسه في تخوف بالنسبة لموضوع سوريا. السبب أنه أول شيء صار التحول بسرعة كبيرة، وعلى ما يبدو أنه ما كان في كتير اتصال مع هيئة تحرير الشام. لذلك هن متخوفين شوي. يعني النفس العام انه العقوبات لازم ترفع بشكل تدريجي، مع انه نحن حاولنا كثير نشرح انه الوضع بجوز ما يتحمل انه يكون بشكل بطيء زياده عن اللزوم. يعني التدريجي للأسف ايه. ممكن نتفهمه، لكن التدريج هذا لازم يتم بسرعه، لانه صراحه الوضع الاقتصادي بسوريا ما بيتحمل. لكن صح. بشكل عام هلا في هناك شخصيات مثل احد مستشارين رئيس ترامب، اللي يعني سيباستيان غوركا. يعني واحد من الاشد المعارضين تقريبا، اللي انه طبعا معتبر انه اللي استلموا الحكم بسوريا لهم خلفيه راديكاليه اسلاميه راديكاليه. فهو معتبر انه هذا التحول لساته تحول شكلي، لسه ما صار في تحول جوهري. فهو متخوف من الموضوع. وطبعا هلا اللي استلمت الان اي اس توسي كمان، يعني توسي جابرد كمان من اللي متشددين شوي اتجاه الازمه السوريه. لكن حقيقه الامر انا بعتقد انه الحراك السوري هلا كثير كبير. وانا بعتقد انه مو بس بامريكا بل بمجمل العالم. يعني في حراك باوروبا، في حراك بالخليج، في حراك بكل العالم بالنسبه للقضيه السوريه. انا بعتقد هلا كل السياسيين بالعالم عم يفيقوا ويناموا على يعني اصوات من سوريا بعتقد. وهذا الشيء اللي هو يعني سناتور جيم ريتش قال لنا اياه، انه صراحة أنتم السوريين من أنشط جالية شفناها بحياتنا بالنسبة للجاليات اللي صار عندهم مشاكل ببلادهم. ومو بس هيك، عم بيقول نحن أحيانا يعني بنحتار إنه مين بدنا نختار بيناتكم، لأنه يخزي العين عليكم كلكم دكاترة وكلكم حتى يعني إنه متحمسين. صار لمجال الضحك. فهو قال انه يعني اللي موجود بالقاعه اللي ما عنده دكتور يرفع ايده ففي 4 اشخاص رفعوا ايدهم. فنشكر الله انه في حدا مو دكتور بيناتكم. فطبعا الدكتور هو حقيقه الامر نحن ما كلنا اطباء، لكن حتى الموجودين يعني معاهم دكتوراه بالعلوم دكتور السياسيه او دكتوراه بالاقتصاد او ما الى ذلك. يعني السوريين معروفين انه من الناس اللي بيحبوا المجتهدين المجتهدين بالغربة. اللي بيحبوا يوصلوا لمراتب عاليه بالنسبه للشهادات العلميه، وهذا الشيء بيميزنا يعني صراحه. فالقضية الثانية اللي حقيقة الأمر كانت مهمة هي إنه نحن أول مرة، أنا صراحة يعني بعرف وكثير من الموجودين كمان، إنه العقوبات مو جديدة على سوريا. وفي مشكلة أساسية إنه سوريا جولي من سنة ال 79 يعني نازلة على لوائح الدول الممولة للإرهاب. فهي يعني من سنة ال 79، من سنة حادثة الطائرة اللي صارت لهلا، ونحن على على لوائح نفس اللوائح. لوائح الإرهاب. بعدين اجت هيئة تحرير الشام، وهيئة تحرير الشام أيضا كانت مدرجة على أنها منظمة إرهابية. وبعدين اجى السيد الشرع، كمان السيد الشرع كان على لوائح الإرهاب. فيعني صار في عندنا سلسلة من التصنيفات الإرهابية اللي لازم نتخلص منها الحقيقة. تماما. ف يعني هلأ رجعونا لل 79. رجعوا ل 79. بس لكن بنفس الوقت قالوا لنا انه انتم استوفيتوا الشروط اللي بترفع العقوبات تبع 79 مثلا. لكن بالنسبه للحكومه الامريكيه والطريقه اللي بتتم فيها العمليه هون بامريكا، انه انت في خطوات في خطوات معينه لازم تتم عملية. عمليه مشان يتم رفع العقوبات. يعني حتى اذا انت مستوفي كل الشروط لرفع العقوبات، لكن انت ما اخذت هي الخطوات، فالعقوبات بتضل موجوده، مع انه يعني انتفت صلاحيتها او انتفت اسبابها. أسبابها. أي. تمام. فهي شغله كثير مهمه. لذلك نحن على الاغلب انه الشباب رح يتحركوا بالاتجاه هداك، انه رح يتم تواصل مع الداخل السوري، ورح يتم ايصال الرسائل من الحكومه الامريكيه للحكومه السوريه مشان يتم رفع العقوبات. طيب آه، تفضل. سؤالي أسامة، شو تفضلي. هي المطلوب، أو شو الشغلات الخطوط العريضة المطلوبة من الحكومة السورية المؤقتة حالياً
بشرط انه تنرفع العقوبات، لانه عم تقول انت لو انتفت الاسباب ولكن في اجراءات وخطوات عمليه لازم تنعمل من قبل حتى الحكومه المؤقته حاليا. فيك تعطينا خطوط عريضه عن شو هي الشروط؟ ايه هلا بالنسبه مثلا لعقوبات 79 لازم يتم تقديم طلب من الحكومه بسوريا للحكومه الامريكيه انه باسم الشعب السوري وباسم الحكومه السوريه نحن استوفينا شروط اللي كانت مفروضه علينا بسبب العقوبات اللي هي 1 2 3 4. طبعا انا صراحه ما بعرف كل التفاصيل، ما ذكروا لنا هن كل التفاصيل. هي بدها يعني يكونوا حقوقيين متابعينها لانه لها كثير تفاصيل. لكن هن قالوا لنا انه على ما يبدو انه سوريا استوفت الشروط تبع 79. بالنسبه تمام. لقيصر نفس العمليه. قيصر كان موجود على النظام السوري السابق، والنظام السوري السابق يعني تفكك ايمت تنحط وزال. قيصر؟ مم؟ ايمت تنحط قيصر؟ قيصر تقدم بعتقد بال 2000 بال 2017 وتم تطبيقه، يعني صار له 5 سنين تقريبا. تم تطبيقه بال 2020 لحتى يعني تم الموافقة عليه وتم تطبيقه. فبعتقد انه قيصر صار له بحدود 5 سنوات، وهلا تم تجديد قيصر يعني مؤخرا تم تجديد قيصر، وهي واحدة من سؤال توضيح للعالم بس كتير مهم أسامة، إنه هنا العالم عم تقول إنه صور قيصر اللي تسربت من قبل فريد المدهان اللي هو لقبه قيصر، ضحايا التعذيب بسجن صيدنايا، إنه هي السبب بعقوبات قيصر. شو ردك على هذا الموضوع؟ صحيح. هو ما في شك انه اللي بلش فكرة قيصر هو هالملف هذا اللي تم تسريبه. طبعا انا ما بعتقد انه يعني السيد المذهان كان عنده الفكرة. هو طبعا كان قصده يكشف فيها الجرائم اللي عم تصير جوات سوريا، والانتهاكات اللي عم تصير بحق حقوق الإنسان وبحق الشعب السوري. لكن الشباب اللي موجودين بأمريكا، يعني الناشطين الموجودين بأمريكا، اعتبروا أنه هذا الملف مهم جدا ويمكن على أساسه بناء أنواع مختلفة من الضغط على الحكومة السورية. فأكيد أنه هو كان الأساس، بس ما مو هو الشخص المسؤول عن يعني قانون قيصر. هو لأنه هو بالأساس ما كان قاصد. هل ولا بعتقد انه هو كان بيعرف انه ممكن يصير العمليه هي. ب... تفضلي. أنا بس سؤال كمان، لأنه لك ليش؟ لأنه بالمقابلة اللي صارت من تقريبا أسبوع ايه. مع السيد فريد، في ناس كانت طبعا هلا هو كشف وفضح إجرام النظام واللي ضروري إنه ينفضح، فكانت شوي تعليقات من بعض الناس السوريين إنه هاي الصور هي اللي تسببت بتفقير وتسببت بالوضع الاقتصادي المزري اللي عم يعيشه 10 مليون على القليلة سوري. فأنا بالنسبة إلي بصراحة بقولها بكل أريحية إنه أنا بعتبر تسريب هي الصور مو هي سبب عقوبات قيصر، هي لعبت دور بأنها تحرك الرأي العام، ولكن المصيبة هو النظام بحد ذاته وأفعاله المشينة اللي عملها مع شعبه، اللي من حق هذا الشعب على القليلة الناس توقف معه. يعني بالنتيجة إنه أوكي انفضح إجرام النظام من خلال إثباتات عملية وواقعية من خلال صور، ولكن الكارثة هي النظام، يعني مو الشخص أو مو الضحايا. مو هن اللي تسببوا بفقر سوريا، سياسته اللي تسببت بفقر سوريا. فهذا موضوع أنا بحب أكد عليه لأنه كتير في عليه إشارات استفهام. انا جولي يعني ما عم بقدر يعني افهم انه شلون ممكن يعني نحن نحط السبب على الضحيه. يعني هي شغله تماما. يعني غريبه. تماما. نحن ما فينا نلوم الضحايا على انه والله سببوا، هن اللي سببوا. اللي سببه هو حقيقة الأمر لأنه ما كان في مجال أنه في إنسان عنده ذرة من الإنسانية أو عنده تماما. ذرة من الإحساس البشري اتجاه شخص آخر، إذا بيعرفه أو ما بيعرفه، إنه يشوف هالفظائع هاي اللي كانت تتم بالسجون بسوريا ومدى التعذيب ومدى الاستهتار بالروح البشرية بسوريا، ويقدر يضل ساكت. يعني لا يمكن هذا تماما. انا بعرف. انا صراحه كنت مرافق لقيصر من الاول، وانا بس يعني للتاريخ انا كنت ضد قيصر. يعني انا من الناس اللي ما كنت موافق عليه. على العقوبات. انا ما كنت موافق على العقوبات.
حقيقة ما الأمر. حدا كان، ايه وهذا تماما، الشيء يعني انه الشعب دفع بيعرفوه، ثمنها. بيعرفوه الشباب اني انا ما كنت مناصر جدا، لاني انا بعرف الطريقه اللي بتشتغل فيها الحكومه الامريكيه، وانا بعرف انه لما نحن نطلب انه يصير في تجديد لعقوبات او يعني قوانين للحد من شيء ما، ونحارب لحتى انه تطبق، بس بدنا نرجع بعدين نحارب لسه 10 اضعاف لحتى تنشال. فهذا الموضوع معروف، لانه بامريكا بالرغم من انه الناس بيعتقدوا انه بجوز ما في بيروقراطيه، لكن في بيروقراطيه كثيره. وبعدين هون لما تتغير الحكومه لحتى تقدر تقنع الطرفين الجمهوريين والديمقراطيين بانهم يوافقوا على الشيء اللي بدك اياه، يعني بتاخذ شغل مرعب يعني، وتكاليف هائله. يعني الناس ما بيعرفوا قديش في تكاليف وراء القصه. يعني نحن لحتى نقعد مع يعني احد رجال مجلس الشيوخ او نقعد مع حدا من الكونغرس، هذا الشيء بكلف يعني كلفه كثير كبيره. ف تماما. ففي صعوبة. لكن حقيقة الأمر أنه قيصر، وبالرغم من أنه فعلا أدى بالنتيجة لوضع اقتصادي صعب، ونحن هذا كثير متفاهمينه، لذلك عم نشتغل ليل نهار وعم نكافح بكل يعني طاقتنا لحتى نشيله. لكن ما في شك أنه كان أحد العوامل اللي أدت لسقوط النظام بدمشق. هذا الشيء يعني أكيد. ف ما في اثنين بيختلفوا عليه. طبعا يعني كان له عواقب غير مرجوة. ومثل ما حكينا انه كان ممكن انه ادى الى وضع اقتصادي صعب بسوريا، بس بالنتيجة ادى لشيء يعني تاريخي، وشيء راح يشيل عن السوريين، عن كاهل السوريين يعني غمة كثير كبيرة. وازال يعني نظام أمني استبدادي صار له رازخ على قلوب السوريين من السبعينات. فبعتقد أنه هذا الانتصار انتصار عظيم. وطبعا نحن ما بنقلل من معاناة السوريين يعني، ولا بنقلل من التضحيات اللي ضحوها. لذلك نحن بنقول أنه كل السوريين شركاء بهذا النصر، وكل السوريين يعني أدوا تضحيات لا يمكن عظيمة. حقيقة الأمر. تماما. فلذلك نحن هلا عم نحاول بشتى الوسائل وبكل ما أوتينا من طاقة وقوة لحتى أنه نخفف معاناة يعني أهلنا وأحبابنا في الداخل السوري. طيب قديش نسبة التفاؤل عندك؟ بدي تحكي لي أنت من خلال لقاءاتك واجتماعاتك مع هدول الشخصيات المؤثرة، برأيك أنت العقوبات عم تقول رح تكون مشروطة، يعني بدهم ضمانات من الحكومة المؤقتة السورية إنه تمشي بإجراءات حكومة تشاركية، انتخابات حرة، يعني هي الشروط اللي كانوا حاطينها من الأساس الأمريكان مم. للحكومة ليقبلوا يشيلوا عنا العقوبات ويتعاونوا معها. شو صحيح. برأيك نسبة التفاؤل أو نسبة إنه هالشي ما يضل الشعب السوري عم يدفع ثمنه؟ يعني مثل ما قلت العقوبات هي كارثة على سوريا، دمار إنساني واقتصادي. صحيح. آه، شو الوقت هذا إيه. حقه، يعني لا، جهد ووقت صح صح. هلا شوفي جولي، في اول شيء بس مشان اشرح انه طريقه رفع العقوبات في لها اكثر من احتماليه. هناك احتمالية اللي هي أفضل احتمالية، هي أنه الرئيس ترامب يوقع على قرار رئاسي، الاكزيكتيف اوردر، هذا القرار الرئاسي بأنه تتجمد العقوبات، يعني مو ترفع، تتجمد. فممكن تتجمد العقوبات. هلا صراحة يعني أنا ما بدي أفشي أسرار، بس عم نحاول نوصل للرئيس ترامب. ونحن طبعا التقينا مع الرئيس ترامب من قبل، يعني الدكتورة ريم البزم التقيت معه، ولقائها مع الرئيس ترامب هو اللي أدى لوقف العمليات اللي كانت تعد لإدلب ولضرب إدلب. وبالنتيجة هي اللي أنقذت الثورة، وهي بعدين اللي أدت لسقوط النظام في دمشق. ففي هذا الاحتمال الأول، واللي هو أفضل احتمال وأسرع احتمال، يعني هذا أسرع شيء ممكن يصير. هلأ هذا الاحتمال فيه شوية صعوبة لسبب بسيط، إنه في يعني في أشخاص من الدائرة الضيقة تبع رئيس ترامب اللي ممكن يعارضوا هالقضية هي. فما بعرف قديش رح يعني شو نسبة احتماليته هذا، لكن صراحة نحن عم نشتغل عليه. الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الأعضاء بالكونغرس ومجلس الشيوخ، وهذا اللي نحن عم نشتغل له بشكل كتير كبير.
بس طبعا هذا بده وقت. بده وقت، هذا الامر بده وقت. لكن ممكن يعملوا ما يدعى بالويفرز، يعني بالاستثناء. فممكن يعملوا استثناءات للشغلات اللي هن بيحسوا انه يعني هي المسائل كتير ضرورية من وجهة نظر إنسانية مثلا، أو من وجهة نظر صحية، أو من وجهة نظر أمنية، اللي هن بيعتبروه إنه هذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فممكن يعملوا فيه استثناء، ونحن هذا الشيء عم نسعى له. يعني نحن عم نسعى لنشوف شو هي الاستثناءات، مثل ما عملوا قبل فترة استثناء وقت آه، الزلزال. وقت الزلزال، مشان يصير في إمكانية لإيصال المعونات الإنسانية للناس. ففي يعني في أكثر من طريقة. هلا شو احتمالاتها؟ أنا دائما أتهم بالتفاؤل، يعني أنا دائما أتهم بإني متفائل، متفائل اتجاه الحكومة ومتفائل اتجاه الموضوع. فيعني أنا متهم بالتفاؤل، ولكن أعتقد إنه يجب إنه نكون متفائلين. وأنا بعتقد إنه الإنسان اللي عم يشتغل، يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، صح؟ فالإنسان لازم يضل عم يشتغل على أمل إنه ينجح. وأنا بعتقد إنه اللي بيشتغل وبيسعى وبيكون صادق مع القضية تبعه يعني بالنتيجة بده ينجح، حتى لو طالت الفترة أطول من اللازم. لكن اللي أنا بدي أقوله هلأ، في مشكلة نحن عم تواجهنا، مشكلة جديدة ما كنا متوقعينها، اللي هي إنه رئيس ترامب أوقف جميع المعونات الخارجية. فسوريا كان يوصلها كثير معونات خارجية عن طريق برامج يعني فرعيه كانت الحكومه الامريكيه تمولها. فوقف هو كل التمويل هلا. مو بس هي لسوريا، لكل لا، العالم. لكل العالم، لكل العالم. فهي حقيقه الامر هلا بجوز الدول الثانيه ما تاثر كثير لانه عندها مصادر ثانيه، لكن سوريا يعني بالوضع الاقتصادي الصعب اللي هي فيه، هي المصادر بالنسبه لها كانت مصادر اساسيه. لذلك لذلك يعني صار في عنا شوي كمان ضغط ضغط جديد. اكثر من اللي كنا متوقعينه. طبعا عم نحاول نحن انه نعمل استثناء لسوريا من من هالتجديد هذا ومن ايقاف المساعدات. فان شاء الله انه يعني نسمع إن اخبار شاء كويسه الله. الجايه. طيب أنا سؤالي الأخير، برأيك أنت إذا الحكومة المؤقتة الحالية التزمت بالشروط اللي وعدت فيها بالبداية لما أجت على قصر الشعب بعد التحرير، واللي هي الانتخابات الحرة، التشاركية بالحكومة، يعني الوعود اللي انوعدت انه تنتقل بسوريا لمرحلة حرية وكرامة وديمقراطية وتشارك بالحكم وتعمل الانتخابات الحرة، هل برأيك هذا الشيء بيسرع بانه تنشال العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟ شوفي جولي، انا اللي اكتشفته من اللقاءات الكثيره اللي ساويناها، انه الطريقه اللي الغرب او القوى الثانيه اللي خارج سوريا بتطلع على الوضع جوات سوريا مختلفه شوي عن الطريقه اللي نحن بنطلع فيها. عندهم هن مخاوف امنيه اكثر من اي شيء ثاني. فلذلك نحن كنا عم نحاول نطمنهم انه المخاوف الامنيه في كثير منها تحلحل بالفتره الزمنيه القصيره اللي تم سقوط النظام فيها. فلذلك نحن عم نحاول انه يعني نفهم الحكومه الامريكيه انه قضيه انتهاكات بحق الاقليات ما صارت، وقضيه انه ممكن تصير في حرب اهليه ثانيه بعد سقوط النظام كمان ما صارت، وقضية الكبتاغون كمان كتير يعني خفت تجارة الكبتاغون بالمنطقة. ففي كتير من الشغلات اللي هن بيخافوا منها اتحلحلت، يعني صار في ضمانات انه هي القصص ما راح تصير، وعلى ارض الواقع فعلا ما صارت. طبعا آه، في مسائل تانية هن يعني بدهم يشوفوها. واحدة منها طبعا انه تيجي مجموعة دولية تنزل على سوريا وتتأكد انه ما عاد في أسلحة كيماوية. هي شغلة كتير مهمة، وانا بعتقد من اللي عم بسمعه الشغلات التانية بدها وقت لتصير، وانا باعتقادي انه عم تصير. يعني الحكومة بسوريا بتعرف انه كتير مهم قضية انه يصير في حكومة ممثلة لأغلب كل الشعب أطياف السوري، الشعب لكل السوري. أطراف. وهلأ لحتى ما كتير نطول، وأنا بعرف عنا كتير حديث نحكيه ورح نكمل، بدي اتشكرك كتير كتير على هاللقاء الغني والكتير حلو، وبنفس الوقت بدي اعطيك هيك دقيقة تختم فيها لنرجع نلتقي ونوصل رسالة جديدة بالمرات الجاية اكيد ان شاء الله.
طبعا شكرا كثير على اللقاء الظريف. أنا دائما بستمتع بالحديث معك. وحقيقة الأمر أنا بس بدي وجه جملة صغيرة للناس بسوريا، هو إنه اتأكدوا تماما إنه نحن بالخارج عم نشتغل ليل نهار لحتى نرفع العقوبات. رح يكون في شغلات تانية رح نشتغل عليها بالمستقبل أيضا. فنحن ما عم نوفر لا جهد ولا عم نوفر إمكانيات من أجل إنه نقوم بهالمهمة هي. اللي انا بطلبه من الداخل انه قال اسعى يا عبدي لاسعى معك. لازم الواحد يحاول انه يساعد قدر الامكان. انا بعرف انه هلا الوضع صعب والامكانيات محدوده، بس قدر الامكان تفوش العربي لقدام شوي. وان شاء الله انه الايام الجايه لنا الخير وبتكون جايبه الاستقرار لسوريا. وان شاء الله انه يعني من هون انا ما بدي اكون كمان متفائل كثير لانه الامور بدها تاخذ وقت، لكن ان شاء الله من هون لسنت زمان بيكون الوضع تغير على الأقل، لو تحسن على الأقل 50 ل 60%، يعني بحيث إنه شوي الناس تقدر تتنفس شوي. بشكرك يعني مجددا جولي، أنا دائما بيسعدني اللقاء معك. أنا مبسوطة أكثر أسامة، وبدي أوعد مستمعين والناس المهتمين إنهم يعرفوا تماما تفاصيل اللقاءات والشغل اللي عم تقوم فيه الجالية السورية الأمريكية، والجهد الكبير اللي عم تبذلوه اللي هو عن جد كتير مشكور، حتى تنشال العقوبات وترجع سوريا تنتعش اقتصاديا وسياسيا من جديد. وبتشكرك كتير دكتور أسامة، وأكيد لنا لقاء قريب. شكرا شكرا كتير شكرا لكم. لك.